السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل معاكم كده روتين تشجيعي. تمام، هو روتين كده يعني هرتب كده الدنيا وهظبط الدنيا حواليا. النهارده كده كان يوم الجمعة، الروتين ده كان بيتصور كده كان يوم الجمعة. تمام، هوريكم انا يوم الجمعة ده اليوم بتاعي كان ماشي عامل ازاي، وفي نفس الوقت انا عملت ايه وكده. انا كده قمت من النوم، صليت وقرأت الورد بتاعي من القرآن، وقرأت كمان أذكار الصباح، وفطرنا. وبعد ما فطرنا يعني ده كده كان بعد الفطار، مسكت المخدة كده نزلتها على السجادة ورحت منفضة الركن عشان خاطر هي نضيفة، يعني انا مروقة من بالليل ومفيش حاجة قبل ما انام، بس مكان بس الفطار، وعشان خاطر احنا نازلين وكده فنسيب المكان نضيف وكل حاجة مترتبة. تمام، زي ما انتم شايفين كده رجعت كده المخدات تاني مكانها على الركنة ورصيتها وظبطت كده الدنيا. هنا كده كان في عيش على الترابيزة من مكان الفطار، هدخله التلاجة وهمسك الترابيزة كده ألمعها لو في اي حاجة كده من مكان ما فطرنا عليها وكده. انا ملمعاها بالليل بملمع الخشب وكده وما عليهاش حاجة. هنا دي كده الصينية الديكور هخليها كده على الركنة لحد ما اظبط الدنيا. شلت الترابيزة ركنتها ورا الباب عشان امسك السجادة اكنسها. هنا بس كده كان في البنطلون بتاع عدي شلته، همسك بقى السجادة كده كلها اكنسها. تمام، عشان خاطر هلم الحرف بتاع السجادة كده وهمسح المطبخ وهمسح الطرقة دي كده. تمام، انا ما عنديش مواعين، المواعين بشطبها على طول بعد ما بنخلص اكل، بروح مشطبها على طول، وبرضو البوتاجاز وكده. فالدنيا بس معايا مظبطه في المطبخ، مفيش بس كده غير الرخام عايز تتلمع، والم المشاية بتاع المطبخ انفضها واروح كنسة الارض واروح بقى مسحه. بس بقى المسح بقى انا بحب اكب ميه، مش بحب اعمل بالشرشوبه. تمام، بحس ان انا ممسحتش. الميه بتجيب بقى مثلا لو في حاجه تحت التلاجة، لو في حاجه تحت المطبخ، لو في حاجه تحت البوتاجاز، الميه بتجيب لك كل حاجه. تمام، لكن الشرشوبة يا مطوة بتمسح الحتة اللي قدامك. لو مثلا لو المكان نضيف ممكن امسح مثلا الحتة اللي هي العريانة دي كده بالشرشوبة، يعني مثلا زي عندي الباب، زي الحرف بتاع السجادة كده، ممكن اعمله مثلا كده بالشرشوبة لو الدنيا نضيفة. لكن انا دلوقتي كده انا عايزة اكب مية عشان اشم ريحة نضافة ويبقى المكان كمان نضيف، يبقى كل حاجة تمام. هنا كده بعد ما خلصت كنست السجادة. تمام، انا كنستها عشان خاطر كان في ورق وكان في حاجات من مكان ما فطرنا، فالمكنسة يعني مكانش هتسعفني وكده. تمام، ممكن المكنسة مثلا اجيبها بالليل لو هشفر السجادة قبل ما انام، لو مثلا هعمل حاجة بسيطة كده قبل ما انام. فتمام، هرجع بقى كده الترابيزة مكانها. تمام كده الترابيزة متلمعة وكله تمام، وانا ما بفرش عليها اي مفرش خالص في الصيف عامة. تمام، انا حابة بصراحة ان هي شكلها كده، بس عادي يعني ممكن اجيب لها مفرش جديد في العيد وكده ان شاء الله، وممكن ما اجيبش عادي، يعني على حسب يعني الشكل. تمام، انا شايفه ان هي مش بتفرق معايا في موضوع المفرش، انا شايفه ان هي شكلها كده كاحسن. وهنا بقى كده رجعت الترابيزه اللي هي الديكور بتاعتي مكانها على الصينيه، سوري، الصينيه اللي هي الديكور على الترابيزه. تمام، وكان في برضو الزرية دي برضو كده حطيتها كده ديكور. تمام، زي ما انتم ما شايفين كده الدنيا متظبطه وكله تمام. مسكت الشاشه كده لمحتها برضو مع نفسي، وهمسك بقى كده المشاية اللي جنب الباب دي المها وانفضها، هي والمشاية بتاعت المطبخ. تمام، عشان خاطر انا هلم السجادة بعد ما كنستها واروح بقى مسحة الارض ومظبطه كده الدنيا. تمام كده زي ما انتم ما شايفين. بس كده عامة السجاد والمشايات وكله عايز يتغسل، بس انا مش عايزه استعجل في الغسيل عشان خاطر انا ما بحبش ان انا اسيب السيراميك كده عريان. انا عامه لما الفرش من اوضه النوم ولما الفرش من اوضه عدي والطرقه، يعني لما الفرش بتاعهم كلهم، بس انا بصراحه انا مش بحب ان انا اسيب الفرش كده عريان، فهو كل حاجه عايز تتغسل، ولو غسلتها يعني لسه بدري. تمام، لسه بدري على العيد وكده، فانا مستنيه بس شويه كده 15 يوم كده واروح لما الفرش كله بقى وغسلاه وركناه بقى لحد ما نفرش على العيد ان شاء الله لو لينا عمر يعني.
تمام. هي عامة المشاية اللي هي بتاعة المطبخ دي انا لسه غسلاها من يومين، بس هي طبعا بتتوسخ على طول. تمام. هي اصلا المفروض المشاية بتاعة المطبخ دي تتغسل كل اسبوع، عشان خاطر بقى بتبقى من ريحتها اكل، وبتبقى مثلا لو في حاجة وقعت عليها وبصل بقى ومكان القفاية لازم ان هي تتغسل فعلا كل اسبوع. انا لسه غسلاها من يومين وحسيت ان هي برضو متوسخة. هنا بقى كده كان في اكياس من مكان الفطار، وكان في حاجة كده مسكت بقى كده كله كده كنسته. تمام. وجبت بقى من تحت البوتاجاز ومن تحت الحوض. بالمناسبة الستارة اللي هي تحت الحوض انا شلتها. الستارة اللي هي تحت الحوض الناس اللي سألتني هو انت اللي شلتي الستارة، لا انا مش شلتهاش، انا بس فكيتها غسلتها. تمام. واللزق بتاع عضي شد خلعه، فقلت بقى خلاص اخليها بقى العيد. تمام. تبقى نضيفة وفي نفس الوقت ايه يعني لما مثلا انتوا متعودين على شكل حاجة وتيجوا تجددوا او تيجوا تعملوا حاجة، فما بيبقاش بيبقى الشكل هو ما انتم متعودين عليه. فانا حبيت ان انا اخلع الستارة كده يومين او حاجة قبل العيد، عشان خاطر لما اجي اركبها على العيد ابقى حاسة ان انا في تغيير في المطبخ. فاهمين قصدي ايه؟ ابقى حاسة ان انا جددت حاجة وان انا غيرت حاجة وفي حاجة جديدة في المطبخ. تمام. هنا بقى كده لميت السجادة بتاعت الريسبشن، ورحت كنسة بقى كله كده وكنسة الطرقة، وهمسك بقى كده بالمقشة والجرف اروح لما الزبالة اللي عندي. تمام. هنا كده انا كنت رامية الكيس بتاع الزبالة من بالليل، فما كانش عندي، كان يعني ده الكيس لسه جديد لسه يا مدوبك ان انا لما فيه من مكان الفطار ومن مكان ما كنست وروقت وكده. تمام. عشان خاطر انا الزبالة انا مبخلاش عندي في الشقة، انا برميها اول باول عشان خاطر بتعمليش ريحة في الشقة، ابقى انا منضفة ويبقى في ريحة مثلا زبالة او حاجة، فمش يعني ايه مش هينفع، فبرميها على طول اول باول كده على طول. لو انا مثلا نازلة اجيب حاجة من تحت اروح واخداها معايا، لو مثلا خلاص هي الباسكت اتملى ومش نازله اجيب حاجه ولا نازله اعمل حاجه، بنزل لها بصراحه مخصوص. ما انا كده انا مبحبش ركنه الزباله. هنا كده بقى عندي ميه حطيت فيها شويه معطر ارضيات. تمام. اللي هو بتاع الارضيات كده، وهروح بقى ماسكه كده كله في المطبخ وفي الصاله وفي كله كده، وعلى الوزره كده بتاعه السيراميك عشان خاطر لو عليها تراب او عليها حاجه تشتغل معايا بالمره. تمام. انا عندي لما مثلا لو في حته في الحيطه او حاجه تتوسخ او حاجه، بروح غسلها اول باول كده وانا بروق، عشان خاطر ما يجيش الحيطان كلها تتوسخ وتبقى تقيله عليا ان انا اعملها. تمام. كان في كذا حته كده في الريسبشن اتوسخوا ورحت غسلاهم كده ومنشفاهم على طول بالفوطه. هنا كده بقى بدعك الارض وفي نفس الوقت برضو بشيل المية زياده. هنا كده كنت خلاص. انا بصراحه ما بحبش اعمل بالمساحه ليه، عشان خاطر انا قلت لكم قبل كده ان السيراميك في حته عاليه وحته واطيه، فالمساحة ما بتكبتش معايا وبتخدني، فبروح ازيحها كله بالمقشة وبالمرة بدعك الارض بروح منشفها بالشرشوب. وهنا بقى كده كنت خلاص كنت نشفت الارض وظبطت الدنيا، والرخامة زي ما انتم شايفين نظيفة. هفرش بقى كده السجادة تحت المكان من ما لميتها. انا بصراحة كنت لما نصها عشان خاطر الركنة وكده. تمام. وكمان الأوضة بتاع دي انا مسحتها معايا زي ما انتم شايفين كده ان هي نظيفة ما فيهاش حاجة. تمام. بس كده هنا بقى كده هفرش السجادة بتاعتي. هنا كده كنت بقول لكم مفيش بس غير الحلة دي والطبق، مفيش يعني غير الحاجتين دول بس في الحوض هغسلهم انا كده مع نفسي. تمام. كده زي ما انتم شايفين الدنيا معايا كده اتظبطت. هجيب بقى كده المشاية واحطها كده جنب الباب اللي انا حطاها جنب المطبخ في الارض دي فوطة، عشان لو في مية طلعت من تحت المطبخ ولا حاجة متغرقليش الدنيا تاني، تشرب يعني في الفوطة وكده. هنا بقى كده عندي معطر، هرش بقى كده معطر عشان خاطر احس كده ان في ريحه انتعاش وريحه نظافه. بصراحه التراب انا المعطر اللي هو بحب المعطر اللي هو بالخوخ بيدي ريحه في الشقه رهيبه رهيبه بجد. انا بصراحه بحب الريحه دي، وكمان بحب ريحه الرمان. تمام. كنت جايبه في مره معطر بريحه الورد كان بريحه الورد. الريحه بتاعته كانت حلوه وكانت هاديه، بس بصراحه ما عجبتش جوزي خالص.
هنا بقى كده الدنيا كانت خلاص، كانت تمام، اتظبطت وكله تمام. شطفت عودية كده بقى ولبسته، وبالمرة قلت انزله كده الملاهي شوية. النادي ده قريب منا يعني وكده، فقلنا ننزل نتمشى شوية عشان خاطر عودية ما يزهقش وكده. كان شاف فيديو على النت، قناة يعني انا متابعاها، وكان فيديو بتاع العيد، فكانت مودية ولادها الملاهي والمراجيح وكده، وكانت فيقول لي يا ماما انا عايز اركب زي دول، يا ماما انا عايز زي ده، يا ماما انا عايز زي ده. هو برضو الولد ده اسمه عدي ولؤي، اللي هما يعني تبع القناه اللي انا بتابعها وكده. فقلت له حاضر يا عدي والله هركبها. اول ما ركب بقى، لما لو في عيال هو بيسكت، لو ما فيش عيال لا، بتلاقيه زعلان ومتضايق وخايف، اصلا هو عايز حد معاه. هنا بقى كده احنا كنا راكبين العربيه، تمام. هو بقى ليه ان هو هيسوق يعني وكده، تمام. حبيت ان انا اصور معاكم الفيديو ده، يعني حاجه كده ترفيهيه. مش كل يوم بقى تنظيف وترويق ومسيح وكنس ومش عارفه ايه. لا، ما احنا لازم برضو نخرج كده ونخرج الاولاد ونظبط كده الدنيا حوالينا، مش هيبقى كل حاجه بيت 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 وبس، لا. تمام، لازم كده ان احنا نرفه على نفسنا. تمام، واهو خرجنا كده شويه من مول المطبخ والمواعين والكلام ده. تمام، هنا بقى كده بعد ما ركبنا العربيه هو ركب القطر، وقال لك بقى انا عايز اركب ايه، عايز اركب البطوط. تمام، هو كان عمال يسوق، كان بيدخل في الناس. تمام كده، انا كنت حابه ان انا اخرجكم بس شويه، ما اخليش يعني القناه على الروتينات والتنظيفات والحاجات دي بس. يعني زي ما احنا ما بنعمل في حياتنا تنظيفات واكلات وغسيل ومش عارفه، لازم برضو يبقى في خروجات وفي حاجات من دي. لو عايزين ان انا اصور لكم يبقى قولوا لي ان انا اصور لكم على طول، لما اخرج وكده اصور لكم ايه. هنا بقى كان عايز يركب البطوط دي. بقول له بعدين انت راكب ايه، يقول لي راكب البطوط. اللي هي البطه يعني اللي هو راكبها دي. هنا برضو كان خايف، كان عمالين ده لبابا يقول انا عايز انزل انا عايز انزل انا خايف. واحنا كنا عمالين نلخمه، اللي هو اصلا ايه عايز ينزل، طب ما انت مركبتش حاجه. تمام، احنا بصراحه كنا قاعدين شويه بس. خلاص بقى في جماعه اصحاب مصطفى يعني وكده، اصحاب جوزي، رنوا عليه وقالوا احنا عندك في البيت انت مش موجود ولا، فاضطرينا ان احنا نمشي يعني. بس قعدنا شويه، قعدنا يجي ساعه ساعه وربع كده. هنا بقى كده كان حابب يركب البتاعه دي، مش عارفه اسمها ايه. فهو كان خايف، ففي بنت كبيره اهي